السلام عليكم. إلا تيجي تحسب شحال من موضوع تيتم مناقشته في الاعمال الفنيه المغربيه، غتلقى ما بين 4 إلى 5 المواضيع هما اللي تيبقاو يتعاودوا وكانهم غير هما اللي عندنا فيهم مشكل في هذه البلاد السعيده. واحد من دوك المواضيع واللي واخد حصه الاسد هو موضوع الزنا، او كما يحلو للبعض تسميته بالعلاقات الرضائيه، واللي هي علاقات خارج اطار الزواج. تعريف هذه العلاقات حسب ما جاء في الانترنت هما علاقات تتم بموافقه صريحه وواضحه من جميع الاطراف المعنيه، ويجب ان تكون هذه الموافقه متبادله وخاليه من اي ضغوط او اجبار سواء كان ذلك جسديا او نفسيا. هذا هو التعريف اللي غتلقاه الا سولتي في الشبكه العنكبوتيه. باش تزيد تفهم خاصك تزيد تغوص في البحث وغتعرف على ايجابياته وسلبياته. انا في هذا الفيديو جاي باش نقول لك سلبياته اللي غنستخرجوها من واحد الفيلم سينمائي مغربي خرج في 2012 سمو ملاك. شو العنوان بعدا كيداير؟ مسبقين لنا جرعه تعاطف على البديه بحال ما غنعيقوش بهم. المهم ما علينا، الفيلم تيبدا بوحده تتلوح في الزناقي لا حنين لا رحيم، شاده فكرتها زعما راه حامله، واخا ما عليهاش اثار الحمل غنفترضوا انهم بغاونا نفهموا باللي حامله. فهمنا تتوجع ما قدرش تكمل طريقه، طاحت وتتنين، تيبان واحد الربعه جايين، جوج مكسطرين مقادين هادوك اللي الهواء بايعين. وحده منهم هي كاتي قبل ما تخدم في مركز تجميل، تتشوف الدريه مليوحه في الارض، جرات لعندها باش تعاونها، ما لقاتش باش من غير تطلب المقرفه يديوها للسبيطار. قال لها لا لا حنا غنسبقوا هذه دابا كون ماتت هادو غيمشيو للحبس على جوج مناتيف: الفساد وعدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر. هذه راه جريمه ويعاقب عليها من 3 أشهر الى 5 سنوات، وغرامه من 200 درهم الى 1000 درهم او احدى العقوبتين لكل من امتنع عمدا عن تقديم المساعده لشخص في حاله خطر. وهذا الشيء اللي داروا المقرفطين واللي تيديروه بزاف من الناس خوفا من داك الشيء اللي يقدر يطرى من بعد. تهزات تموت لك تولي في سين وجيم ومالنا عليها. بنادم تيخاف يولي مدبر لراسو على المشاكل تيطيح فيهم وتيقولوا لي علاش تخاف. المهم ما علينا، فروا المكسطرين وبقاو التاجرات في اعراضهن وهما اللي واقفين معاها وتيحاولوا يلقاو معاها حل. لما يعيطوا ما كاين لمن يعيط، سالات حلول الدنيا في الليل، كل شيء ناعس، تتيبان البطل الخارق طاكسي صغير زرق. ما ضربش في مصداقيه الفيديو اللي قبل حيت كنا داوين على الاحمر، هذا زرق ينتمي لعالم الزمردة. وقف ليهم وهزهم داهم لفين بغاو، الله يعطيه الصحة. هبطوا المرافقات وهبطوها حدا الباب حطوها وقالوا لها سيري من هنا الله معاك. ها هي جايه وخاصنا حنا نحسوا بالمعاناة ديالها، مسكينة ما عرفت مالها، تلقات راسها مكاليها الحيط، صافحت مع واحد الممرضات نعتوا ليها فين تجلس، شد النوبة ديالها. وهاد اللعيبة ديال النوبة دبرات لشحال من واحد على إجازة في سويسرا. دونك ما تخافوش، كاملين فيكم اللي كانوا كيتزاحموا على النوبة وداكشي غادي تجي نوبتكم، ما تخافوش. المهم ما علينا، خلينا في الفيلم. واحد علم الله اش كان جيبو تم عطاها بلاصتو وناض. الممرضه مشات كملت الطريقه، كانت غاده عندها ما يدار. هذاك اللي عطى بلاصتو ما فهمش كيفاش هذه جابتها وحطاتها ومشات. دار تيقلب على شي واحد اللي قدم لها يد المساعده، هو يبان لي واحد الطبيب. قال لي السيده مكرفصه. الطبيب جاوبو بتعب شويه، تشد نوبتها مالها ماشي بحال الناس، وقال لي ورينا هاد السيده اللي منوض على هاد الهيلاله. قرب ليها لقى عليها نظره وقال لها تقعدي تبعيني، وغادي وتينعت لها منين تدوس بحال ملي تدريسي شي حيوان. فهمنا باللي في قلوب شي ناس ما كايناش الرحمه، هما مؤخرا عندهم بزاف المشاكل ومتضامنين معاهم باش يتلقاو لهم حلول ويتلبى لهم داكشي اللي بغاو، غير ملي ينالوا مطالبهم ويوصلوا لذاك المقام يحاولوا يحاربوا هاد الصوره النمطيه اللي ولات معهوده في السبيطارات المغربيه، باش ملي ندار فيلم ما يكونوش فيه بحال هادو. وهذه ما تتعاملش بحال هكا، اكثريه الا كانت بوحدها. سير. المهم هذه هي المقدمه ديال الفيلم، وهي النهايه نيت. في الوسط غيعاودوا لنا على مالك كيفاش وصلت حتى لهنا، صبقوا لنا النتيجه باش يلين قلبنا ونقولوا مسكينه تكرفسات. بدات قصتها واحد النهار تسلفات من عند صاحبتها زرق الاف باش تمشي دير التحاليل. مشات دارتهم قالوا لها الجواب غتسمعيه غدا. تحركات للدار جلسوا يتعشاو وهما 4. خوها قال لها حيدي من قدام التلفازه باش يتفرج في داكشي اللي طاري في غزه. وهذا الشيء راه شحال هادي. امو قالت لهم طفى عليا داك الوليد وات كيعجبني نشوف الاخبار ديال الموت فوق الماكله. ما عزيزش عليها تشوف اخبار الحرب وهي تتاكل. باها طفى التلفازه وهو يتور عليهم الخو. الذكر دخل في بيف مباشر مع باه، قال لي نتوما هكا ما قدرتوا تبدلوا والو وباغيين تمنعونا حتى حنا ما نبدلوا والو. ما فهمتش كيفاش بغيتو هاد البلاد تزيد لقدام الا ما رابوش الحيوط وطاحت الروح. بغاها ريبه. باه مكافاه مع الزمان وفهم باللي واحد صعيب يبدل مصير امه. الدراري باقي جاي في الجهد، البو ما لقى ليه جهد باش يلبدو من غير يقول ليه راه باقي كنصرفوا عليك. هو يزيد يجعرو وصب غضبه على اختو. قال لها راه والله ديك طوال اللي مشيتي قريتي فيها، وإلا كان هذا فقد نسب الفحوله خوك عنده الفائض. باه بغى يسالها معاه، الساعه لبدو سكتوا مسخوط الوالدين. تم غادي وتعيط لامو قالت لها اجي داك الراجل رجع الكرسي لبلاصتو. هو يرجع كي شو قطيط، اللي ما عنده سيدو راه عنده لاله. واختو اللي باغي يحكمها كانت حاكمه لازون قبل ما يدري.
دازت عندها ليله من الترقب، بطا على غير يصبح الصباح باش تمشي تجيب النتيجه اللي طلعت عكس ما كانت تتمنى. صدق عندها بيبي في كريشه قصدها التيليكارد، هذه واحد الوسيله انقرضات، خاص مرات ندار لها ذكرى باش الاجيال اللي جايه يكون عندهم فكره على اغاني الشاب بلال وحسني. المهم عيطات على مول الخليه، جات لقاها وعينو فين يزيد يسخى عليها بخلايا كتر، قالت لي حبس تما راك ماركيتي وحده قبل. هو يقلب على الماسك قال لها نزلي بالدارجه اذهبي الى حال سبيلك. لاحها في المرسى ومشى. كان عندها العدو امامكم والبحر وراءكم، اختارت تمشي لامامكم ويترجع لدارهم. لقات امها تتسناها. بالمناسبه الكاسين كان خرافي، راه تيتشابوا صاحبي، تقول الام وبنتها ما كاينش. المهم تبعاتها لقاتها نعسات وهي تقول في خاطرها ما عندك فين تهربها بنيتها، سيري حتى الصباح وندويو. في الصباح الاستاذ تيخبر عليهم وعقل الزغبيه مع اش دارت. سالات الحصه مشات لواحد العماره بقات تدق في الباب بدون جواب. التليفون حتى هو ما كاين جواب. بقى لها غير تمشي تغسل وجهها لعل وعسى تفيق من الحلمه. بانت امها وما هضراتش معاها، عطاتها وقت كتر، خلات لها مساحه مع راسها باش تزيد ترتاح. ارتاحت مشات تدق ثاني. هو يبان واحد الجار قال لها الرقم الذي تطلبونه خرج الرحيل البارح وغبر، وخلى لها ميساج فيه كلمات اغنيه الاسطوره والمعلم. كانت ديك الساعه مازال ما خرجات، كانت عباره غير على تنبؤات. قطعوها لياس في العنوان الوحيد اللي كان عندها، وملي كبرات بدات تطلق في ستوريات وشوف واش يكون باقي عندها الخاطر تفتخر بهاد الجرجيره. اكيد اللي تيكونوا فرحانين بها هما دوك اللي تيكونوا تزقلوا منها. اما هذه حصلات اول فكره فكرت فيها خاصها تحيد على المونتيف، ما عندهاش باش. سولات صاحبتها نصحاتها بواحد صاحبتهم اخرى كانت تقرا معاهم وخلات القرايه ودخلت لعالم الاحتراف في دوري المحترفين ايكوي تتلعبها هنا مع ما عرفتش لاش ملي شفت هذا المشهد تفكرت هذا ما يكونوش هاد الثلاثه هما اللي صاوبوا الفيلم. عالم الوحوش دخلت ملاك هي كيصحاب لها تجني منه بزاف الفلوس. قالت يمكن غير تمشي عند صاحبتها تعطيها الباكيه. الساعه المحترفه قالت لها لا تاخذي السمكه خدمي عليها، والخدمه انواع. مالك عطاتها العربون وهي تدبر لها في زبون، عند بالها يعطيها ضمصه ديال الفلوس. لاحلها زرق آلاف تاو. الفيلم مقيوم ب 40,000 فرنك. كيف تصنع جاقحه براس مال قل من السوق. بدات تتمرس. امها راده معاها الحساب. جا يوم العقاب سولات علاش البوبيل شحال هادي وهي نقيه، راه فات الوقت اللي كان خاصها تجدد لها فيها النجاسه. قالت لها مالك ما عرفتش، وهي تقول لها ما ضرني صبع رجلي صغير ما يشكيش عليك، غدا عاونيني عافا بنتي نمشي ندوز عليه عند الطبيب. البنيه تسرحات داتها قدام الطبيب وقالت لها حلي لي يماك. بغات تمنع عليهم بنجوها قلبوها. الام وهي تصدم وبدات تدمع. هزات بنتها ومشات للدار عاد بكات وفهمات باللي اللي مغرر بها ما تيعرفوا عليه والو. هزات الفوركي خوها الذكر تيتصنط والصهد طالع معاه. مدوى ما تكلم حتى الليل الله يرضي عليه. مشات مع الخشوصاكه ونعت لها الباب. حل خرجات سد بحال ما كانش. دار معاها المزيان اما يرتكب فيها شي جريمه شرف. مشات عند واحد الميمه عازب ساكنه هي وواحد بلا زواج سنوات. هذه طلباتها باش تعاونها. قالت لها المتقاعده جيبي ميمي الا بغيتي ندبر لك في اللي يهنيك منه. مشات عند الطبيب طلباتو حتى هو قال لها ما يقدرش حيت هي قاصر واخا ممنوع كان باغي يتعامل معاها كون كانت عندها لاكارت. هو يسد في وجهها حتى هو الباب. خرجت تتسارى وتيبانوا بزاف الاطفال وناس عايشين حياتهم عادي. كان خاصها حتى هي تصبرها شويه تتزوج وتلقح البويضه كي بغات، ولكن هي فيها طيكوك كذب عليها الملقح وقال لها يتزوجها. اشهر كذبه في التاريخ. المهم جا الجوع مشات تقصي في واحد السناك عجبها السرباي وما يديروا شي فشي. دا سكنها معاه ودبر لها في خدمه. بالنهار تيضلوا خدامين وبالليل كيعيشوا كالازواج. السرباي طاح الهوته فاضيقه شبعات وشطيح ومواد غنيه بالسكريات. حتى هي كان عندها نصيبه من الشبعه. استحلاتها وهي تعاود لها طاري لها ويجري عليها. قال لها باغا تلصقي فيا خاف يولي داخل الكراج. خرجها للزنقه. في الخدمه كثرات السهو وهما يجريو عليها تاهم وما لقات غير الاضواء الحمراء هي اللي تقبل عليها. كثرات من الشراب غيبات داوها للسبيطار. واحد الطبيبه الرجوله بغات تتعامل معاه. قالت لها نعاونك تولدي على خاطرك وما يبانوا البوليس. مالك خافت؟ قالت لها الطبيبه ما عندك مناش خافي راك ما دايره حتى حاجه غلط. هادشي كامل ماشي غلط وخاصك تشوف البوليسي بعدا تيتكيف في السبيطار. علاش يقلبوا على البوليس؟ البحث من اجل العائله. واش مالك تتقلب عليها لقاتها. قالت لها يلا عاودي معايا نفسرها لك. مشات مع امها حتى للمحطه وهربات لها ولفات على فاكهه المانجا. رجعت عند السرباي باش يسربها لها عاود فر فيها. قالها تقصد غير المتقاعده هي اللي حنات فيها وشداتها عنده وبينات لها باللي داك البيبي اللي يتزاد كاين لما يتباع بميكتو. مالك بقى فيها ولدها. جمعات حوايجها وهربات. ما لقات غير واحد العساس حداه تركنات. دبر لها فين تبات. كانوا غيفترسوها شي شماكريه وهو يجي دافع عليها ودا لواحد الكوان فيه غير المتشردين ومع هي ما عندها زهر. دخلوا البوليس داو كلشي للكوميساريه. ديز واحد الكوميسير هو يضرب على زوج حوامل وقال لواحد الشاف تمنى هنا عندنا الماترنيل هز عليا الارواس لحوف الزنقه. رجعت عند السرباي باغا غير تاكل. جمع لها الشياطه في ميكا كحله وعطاها لها. مشات قرضات حدا العساس شويه وهو يتم اغتياله قدام عينها. هي فين تهرب ويجي وجع الولاده وحنا وصلنا للنهايه اللي كانت اصلا هي البدايه. قالت لها القابله لا شفق ولدات اخيرا وجبوها. قال لها انا فخور بك بنتي. اعطاها جرعه امل. بغاو يساليوها بنهايه تكون ايجابيه واخا القصه كلها سلبيه. تلاو